السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنجيب حبه مشتريات معانا كده لزوم الزناقات والحاجات اللي ممكن تكوني محتاجاها في البيت. هنا عندنا عصير، مايونيز، ديت كاتوليتا او يعني فراخ سريعه يعني متجهزه او بانيه. وطبعا القهوه بتاعتنا. طبعا دي كمان عندنا محشي او كرنب، يعني لزوم المحشي. وطبعا الكرنب محتاج خضرة، ودي الخضرة بتاعتنا، شايفين الخضرة حلوة ازاي. طبعا لازم تجهزي نفسك كده للزناقات. المكرونة اهي، طبعا اكياس مكرونة بقى تشوفي يعني مكفيكي اسبوع اسبوعين على حسب ما انتي تحاولي تعملي، او على حسب المصروف بتاعك. حاولي تجيبي الحاجات المهمة. ده قطن بتاع ودن للاطفال. وطبعا ازازة الزيت ما فيش غنى عنها، ودي قصافات ومقص ومبرد ومجموعة كده حلوة. دي مقصوصة. كانت عندي واحدة بس قلت اجيب واحدة تانية عشان كانت مكسورة او معوجة. وده طبعا كيس لب سوري. شايفين دي ازازة زيت، بقول لكم بصوا الزيت غلا وكل الحاجات غلت، مش عارفين نعمل ايه. ده معطر للجو. ودي مكسرات كان عليها خصم يعني فجبناها بالمرة. المكسرات فيها نوع من الزيوت مهم جدا للجسم. يعني حاولي تاكلي لك ثلاث حاجات في اليوم او كده منهم. اي حاجة بقى بصراحة يكون فيها الزيوت المفيدة ديت. وده عيش برضو لزوم الزناقات، يعني احنا بنعمل عيش بس برضو ساعات بنجيب نشتري عيش فاشترينا ده. دي المشتريات اللي احنا جبناها. طبعا لو عندك انشي برضو بيكون عندك بقى رز، بيكون عندك زيت، بيكون عندك صلصة. الحاجات اللي هي الأساسية دي لازم على طول تكوني موجودة عندك. طبعا جبنا موز بقى، يعني الفاكهة الموجودة عندنا. واللحمة علشان نقسمها. اللحمة دي هنقطعها ونعملها في أكياس ونجهزها بحيث ان احنا تبقى موجودة عندنا. دي مشتريات بتاعتنا بتاعت اسبوع او اسبوعين. طبعا الخضرة والحاجات ديت بعدين بقى بتكون بتجيبيها يعني بشكل لا يومي لا اسبوعي. لكن ما تقدريش تجيبيها بالشهر. لو هتجيبيها بالشهر يبقى هتفرزيها وتشيليها. ومن الافضل لو الحاجات اسعارها كويسة وقاعدة لسه يبقى نجيبها على طول طازة، بلاش نجيبها تكون ونحفظها وكده. قيمتها او فوائدها بتقل يعني. طبعا انتي لازم تشوفي ايه اللي محتاجه بيتك وتجيبيه. بلاش في الفترة اللي احنا فيها دي نجيب حاجات ملهاش اي لازمة. حاولي تجيبي الحاجات المهمة، الحاجات اللي انتي محتاجاها. هندخل بقى على طبختنا النهاردة او اكلتنا النهاردة. وعندنا بصلاية في معلقتين زبدة كده او سمنة، ومقطعينها صغير زي ما انتوا شايفين. وبنبدأ بقى نديها تشويحة كده، يعني بس هنغير لونها. وهنشوف هنعمل ايه. طبعا اكيد لازم هنستغل اللحمه اللي جايبينها، واحنا جبنا لحمه بقى. فهنعمل اكله سهله، اكله تقليديه جدا كلنا بنحبها، او انا عن نفسي يعني بحبها. اللحمه قطعتها زي ما انتم شايفين كده مكعبات، حطيت لها شطفه كده، وهبدا بقى انزل بيها في الحله بتاعتي. واهو اول ما بس البصله بتاعتي شايفين لونها عامل ازاي، يعني دبلت لونها اتغير حاجه بسيطه. ما تخليش البصله بتاعتك تحمر او تغير قوي، لانها يعني مش مفيده. وكده كده هتستوى معاكي، لان لسه بقى هنحط حاجات تانية واضافات تانية وهتقعد لسه على النار. هنبدأ نقلب اللحمة. وانا بصراحة يعني جات لي معلومة ان الملح عادي تحطيه في اي وقت، بس يعني تحسبا ان تكون معلومة مش مظبوطة، وان احنا متعودين ان احنا الملح بتاعنا بنحطه بعدين، فهحطه بعدين. هنا هنزل بقى بالصلصة اول ما اللحمة بتاعتي كده اتشوحت او اتغير لونها كده. هنزل بالصلصة بتاعتي او عصير الطماطم، او شوفي انتي اللي متوفر عندك. انا متوفر عندي الصلصة فحطيتها بالشكل ده. وبعد كده بقى هبدأ احط بقى احط التوابل بتاعتي. بس نديها الاول تقليبة كده. انتي يا شطورة ما تقوليش حاجة مش هتعرفي تعمليها. النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل بزلة. بزلة من الاكلات السهلة، ومفيش على فكرة اكلة صعبة، ومفيش حاجة هتصعب عليكي. بالراحة بالراحة كده هتعرفي تعملي كل حاجة. بداية أي طبيخ هو الكام خطوة اللي احنا عملناها الأول ديت. البصلاية، فمعلقة السمنة أو الزبدة، أو معلقة سمنة ومعلقة ونقطة زيت أو حبة زيت.
وبعديها اللحمة. ما عندكيش لحمة تقدري تطبخيها وتحطي مرقة زي ما انت عايزة، تقدري تعمليها بمرقة الفراخ وتحمري فراخ جنبيها زي ما انت حابة. حطينا طبعا الملح بتاعنا. عندي مرقة اهي، المرقة بس انا حطاها يعني لتعزيز الطعم مش اكتر، تقدري تستغني عنها طبعا وبكل سهولة تعملي، لان كده كده اللحمة هتدي طعم في الاكل بتاعك. هسيبها لغاية لما تسبك. بعد كده انا لا ازودها لا انزل بالحاجات بتاعتي واقدر ازودها. ايه الحاجات اللي انا ما ينفعش ازودها؟ الحاجات اللي ما ينفعش ازودها هي البامية، الملوخية، القلقاس. الحاجات ديت انا ما ازودهاش مية، ازودها شوربة وتكون سخنة. هنا قطعت بطاطس صغير مكعبات صغيرة، وقطعت جزر صغير، وعندي البزلة هي متفرزة هنزل بيها. ما عنديش بزلة متفرزة هجيب البزلة وافتحها واطلع طبعا البزلة الصغنطوطة ديت واغسلها كويس، وبعد كده انزل بيها. انا عندي كانت متفرزة اصلا او جاهزة يعني اساسا، فهنزل بيها بالشكل ده واسيبها شوية على النار. بعد كده اقدر ازودها لا شوربة لا مية. ما عندكيش اي مشكلة مع البزلة ان انتي تزوديها مية او شوربة، لكن الاكلات اللي انا قلت لكم عليها لازم تتزود شوربة وبس. زي ما احنا شايفين بقى كده هنقلبها. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط الاضافات بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه. مش هحط اكتر من فلفل اسمر، وهحط التومة بتاعتي. ليه التومة؟ طيب التومة هتديها طعم حلو قوي قوي. هنعمل جنبها طبق رز ابيض، وعملنا اكتر من مرة مع بعض. كده تكون اكلتنا خلصت، وبألف هنا وشفا. وما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب لفوفي.